صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ صباح الزرع والخضار الحلو. طبعا حبيت أشوفكم هاي الزرعة اشتريتها. طبعا هاي البلابة بأشكبرها ما شاء الله، حتى الجذر مالتها كله كبير، لأن راح أبدل ترابها وراح أجيب لها غير سندانة. بس أول ما نبدأ بالفيديو لازم نصلي على الحبيب محمد. ما شاء الله بقى الورقة مالتها تقريبا أكبر من إيدي وعريضة، فحبيت أشوف لكم إياها لأن أنا عشقي هذا الزرع. طبعا ما شاء الله ما أدري ليش يجي بالمشاتل الورق كبار، وما شاء الله يعني طاقة من كل الجهات. وجبت هذا هم الزرع وياي، هذا ما أعرف والله شو اسمه. وجبت هاي دمعة الطفل. بنات كلش أحب الزرع، يعني أنا كان عندي بيت يعني أكبر من هذا وكان بيه حديقة، بس صارت ظروف وبعته واشتريت هذا ما بيه حديقة، بس حاطة سنادين أني بالجراج. تدرون أنتو، ولأن عصافيري يسلمون عليكم، هم يقولكم صباح الخير. طبعا وزارعة أني ورد الصباح بس مخليته على السياج. ما شاء الله اليوم صبح كله مجنبذ عندي وطاق بيه ورد، فحبيت هم أشوف لكم وياه باعو. ليش خليته على السياج؟ لأن يحب شمس كلش هواية. فطبعا أي شيء جديد أنا يطلع عندي أحب أشوف المتابعين، لأن أنتو طبعا أهلي الثانيين. بعد ما تريقت بنات هنا كنست البيت كله. البيت يعني نظيف، بس شوية بي الجهال ماكلين شكليت وذابين، وفقلت خل أكنسه ومسحة خفيفة، لأن أنا البارحة غاسلته كله بالقاصر وبالزاهي، فكنسته شوية وبعدين مسحته مسحة خفيفة، لأن اليوم إن شاء الله أريد أسوي دولمة للغدا. صار لي فترة هواية أنا مسويتها. طبعا الدولمة بنات كلش طيبة، و يعني أنا إذا كل أسبوع مرتين أكلها ما أمل من عندها. فحضرت هنا عندي الخضار كله وراح أثرمه بالمثرامة هاي، يعني ثرمة مالت الباذنجان والبصل كله راح أثرمه. طبعا أنا منقعة اللحم، يعني ثرمته ونقعته، ومنقعة التمن. وهاي المثرامة اليدوية بنات شوية تفيد، أحسن ما أسويها بالسكين، شوية أسرع. هسه راح أضيف هاي المواد كلها. هاي هسه عندي الخضار قلت لكم كله سويته. ما أثرمه بنات، أنا حيل ناعم، ما يحبونه حيل ناعم. وهذا عندي هم التمن غاسلته ونشفته. وطبعا الطماطة والكرفس هم كله ثرمته. أنا مسوية هواي بالقناة، كلش هواي مسوية الدولمة، حتى النوبات يقولوا لي ايش قد تاكلون دولمة. فعفتها فترة بنات يعني، فهسه اشتهيناها قلت خل أسويها وياكم. طبعا هذا اللحم غاسلته وعصرته ونشفته، وراح أخلي باقي المكونات يعني البهارات بنات أنا قلت لكم بس أخليه فلفل أسود. هاي عندي هسه هنا ملح، وراح أضيف الفلفل الأسود. وطبعا اللامندوزي ما ننساه، ودبس الرمان والمعجون كله راح أضيفه. طبعا هواي يقولوا لي طولي الفيديو، وناس تقول لي لا تطولين الفيديو حتى من عندك. فنوب ونوب أطول لكم إياه وأسوي لكم ريوق، نوب أقصره حسب ما يصير عندي تصوير. وطبعا هنا المعجون راح أضيف 3 خواشيق. هسه بعد ما خليت المعجون راح كل المواد راح أخلطها، وراح أضيف شوية زيت لأن ما خليت أنا ليا، فأضيف ويا الحشوة شوية زيت. لازم كلنا جانسة بنات. وطبعا أنا محضرة جدر حاطة بيه زيت والنهايات السلق والباقلة. طبعا نسيت دبس الرمان، فهسه راح أخليه. طبعا هو أهم شي دبس الرمان.
يخلي بيها نكهة وحموضة. هنا بنات حضرت الجدر قلت لكم، وهسه راح ابدي الف وياكم. وحابة يعني اجاوب على اسئلة سألوني اياها بالتعليقات. قالوا شلون توازنين بالحصة، وش قد يعني تشترين مواد غذائية. بنات احنا 7 نفرات، يعني 7 بطالة زيت، وتدرون شوية شكر، يعني مو هواية. فأنا وياها أشتري كيلوين بعد شكر، وأشتري 5 زيت، وأشتري طبعا الفاصوليا وها كلها أشتريها، يعني بحيث أقسم الميزانية كلها أني للشهر كامل كله أشتري وأقسمه. يعني الفاصوليا أشتري معجون، أشتري هم بعد 2 أو 3 كبار أخلي وياها، فحتى تكفيني الشهر كله. لأن تدرون الحصة بنات ما تكفي، وخاصة إذا البيت عليه رجل. فجاوبتك حبيبتي، يعني تشترين فوق الحصة ذاتي 7 نفرات، اشتريك 5 بطالة و2 معجون وشاي 2 حتى تكفيك الشهر كله، وبعد ما تحتاجين لأي شيء. طبعا هي كل العراقيين بنات الحصة ما تكفيهم، فدائما أنا يعني أشتري فوق الحصة وأخليها حتى تكفيني نهاية الشهر. ووحدة هم سألتني قالت شلون هيك يتقشر عندك البيض. أنا حبيت أجاوبها، ولو أنا جاوبتها طبعا بالتعليق. بنات هي يعني من تخلين مي وتخلين البيض ويفور، تخلون فد مكيالة ونص ملح وتخلوه يفور وياكم، وهو يتقشر وحيد البيض. طبعا هو الملح يخلي البيض بساعة يتقشر. يعني هاي معلومة حبيت أقول لكم إياها، لين خطية قالت هاي شلون البيض عندك هيك يطلع بسهولة. لأن أنا من أقشره البيض عندي كله يتكسر. فحبيبتي خلي ملح ويا المي الفاير، وبعد انسي يعني يتكسر عندك البيض. وإن شاء الله يا رب استفاديتي من هاي المعلومة. وهو يسألوني بنات هم يسألوني على الخبز وش قد تخلين، إذا كيلوين طحين، إذا حبيبتي كيلوين طحين، إذا تخلين كيلو صفر وكيلو طحين عادي، ونص مكيالة العفو نص خاشوقة أكل خميرة، ونص خاشوقة أكل ملح ومي وتعجنينه. وأنا هواي مسوية طريقة طبعا بالقناة، وهواي منزلة أني يعني طريقة الخبز كاملة. ويعني وتسألون على عمري، أنا عمري 47 سنة. وبعد هاي حابين لأن هواي يسألوني على عمري. وهاي عندي 5 أولاد، وخير وبركة ونعمة. أنا طبعا هم مسوية فيديو تعريفي لنفسي، إذا حابين يعني تشوفونه تقدرون تشوفونه بالقناة، ترجعون عليها وتشوفون كل اللي تحتاجونه. وطبعا إذا وصلتوا لهنا وحبيتوا الفيديو حبايبي لا تبخلون علي باللايك والتعليق الحلو اللي يخبل من عندكم. طبعا كلش أفرح بالتعليق مالتكم حبايبي. هنا أنا بنات قلت لكم راح أكمل هسه أنا الدولمة وأخليها على النار. طبعا بخليها على النار لأن يعني صار تقريبا 12:30 وأنا دا ألف بيها. فتدرون اليوم هم سبت وكلها قاعدة، فخليتها على النار حتى تستوي. هسه يعني بس أكملها أخليها على النار، ما أبطيها. وطبعا راح تشوفون هم روتين العشاء إن شاء الله هم يا رب يعجبكم. اليوم سويت كباب دجاج بالفرن. طبعا كلش طيب بنات، كلش طيب يعني. بس أنا ما سويت لكم الطريقة كاملة، إن شاء الله بأقرب وقت راح أسوي لكم طريقة الكباب بالفرن، لا منقلة ولا يعني دخانة، شغلة كلش حلوة ونظيفة. هسه خليت هنا الدولمة، وعندي خضرة هم راح ألقطها. لأن سوقنا هم غسلت التفاح والبرتقال، بس بنات أنا مو كله أصوره لأن الفيديو مالتي يصير كلش طويل. فهنا راح ألقط الخضروات وأنقعها بالملح. طبعا أنا دائما الخضرة أغسلها بالملح، بس بنات نصيحة يعني لا تخلون الملح وتنقعوها تصير سودة. يعني هاي معلومة لكم،
بيهم يخلون المي والملح ويخلوها فد 10 دقائق هيك. لا، رأسا الملح رأسا ينخض وينشال، أول شي تذبل وتسود. يعني هاي معلومة حبيت أقول لكم إياها. فأنا رأسا من أغسلها وأحط الملح رأسا أغسلها وأخليها بالثلاجة، تطلع باكتو جايبتها يعني هيك ممتازة، تظل بخضارها. طبعا الدولمة تحتاج بنات الخضرة وطرشي وخير ونعمة وبركة بنات. الحمد لله والشكر على العافية. طبعا صار لي والله فترة أني ما خابزة وياكم. إن شاء الله بأقرب وقت راح أخبز، لأن الحصة يعني ما جاي بيها لي هسه، وقالوا على أساس هذا الشهر الحصة كل زينة. إن شاء الله بس أجيبها راح أجربها وياكم، لأن قلت لهم الحصة قالت والله كلها تحمد بيها وتقول بيضة. إن شاء الله بركة تطلع مطحنة الدورة، لأن مطحنة الدورة أنا متعودة عليها كلش خوش طحين وخوش خبز. وهاي هنا بنات هسه خليتها على النار. طبعا راح أخلي لها قلاص واحد، أصلا مو قلاص يعني كامل، أقل من القلاص عشان صارت عندي. هي أصلا الدولمة بالتهدير تستوي حتى لو بدون مي، بس احنا نحبها شوية بيها ليونة فأخلي لها مي. هسه هاي يعني كملت عندي ونصيت عليها النار، وراح أجي أحضر الخيار والطرشي والخضرة هم خليتها بالثلاجة. فهسه هنا راح نجي نحضر حتى نصب الغداء، وإن شاء الله يا رب يسهمنا وسهمكم ألف عافية. وحابة أشكر البنات اللي يقولوا لنا إحنا كلش نحبك ونحب روتيناتك يعني أتمنى تطولين الفيديو حبايبي على راسي والله العظيم. يعني ماكو من تعلقوا لي تعليقات يعني كلش أفرح، وإن شاء الله يا ربي ألبي طلباتكم. وطبعا اليوم شوية طولت الفيديو الخاطر عيونكم. وهذا الطرشي همين، وعندي الخضرة قلت لكم بنات أنا رأسا أغسلها وأحطها بالثلاجة تطلع عندي خضرة وتازة. طبعا أنا طفيت الدولمة صار لها 5 دقائق من طافية. من أطفيها تظل بحرارتها، ومن أصبها مثل مرد عندي. طبعا ما شاء الله الباقلة ماي عموع، احنا نحبها هيك بنات بيها ليونة، بيهم لا يحبوها وحدة وحدة ما شاء الله على الجدر. وما أقول لكم بنات على ريحتها وطعمها. وهذا غدانا لليوم يوم السبت، وإن شاء الله يا ربي يعجبكم حبايبي. طبعا هسه بعد ما راح أكمل الغداء راح أشوفكم روتين العشاء. يعني هو مو روتين، بس حبيت أصور لكم الدجاج شلون صار عندي بالفرن بالأوفن. وطبعا إن شاء الله بأقرب وقت راح أقول لكم على المقادير. بقى بنات شلون صار عندي. هاي طبعا نص كيلو دجاج، وخليت 3 وصل لي وياها، وثرمت وياها بصل وكرفس، وعجنتهن طبعا بدون طحين. بيهم يحطون طحين لا يروح طعم الكباب كله. وخليت فلفل أسود وملح وبرشة ليمون، وعجنتها ورصفتها بالصينية وقصقصتها بالسكين. بقى بنات شلون صار عندي. والله بنات كلش طيب، وإن شاء الله بأقرب وقت راح أسوي لكم الوصفة كاملة وأنزل لكم إياها. ما شاء الله صار عشاء يخبل. طبعا خليت يعني الطماطة والبصل وياها يعني الدهن واللي صار كله على الطماطة والاشتراك وتفعيل الجرس. وأقول لكم مع ألف سلامة.